اقذر مدرج في التاريخ، والله. والكلام اكيد مش موجه للكل. هتقول لي يا اسلام هم انت بتقول مدرج، مش مدرج الزمالك بالكامل. الناس اللي هكلمك عليها دي او اللي تبقى قاعده في المدرج بيصدر منها الافعال اللي هكلمك فيها دي زي اللي حصلت النهارده، هم دول اللي بيلقبوا او بيطلق عليهم اقذر مدرج في التاريخ. وحياه ربنا يا ابني جالي شويه فيديوهات، عارف، مش هرفعها لسببين: اولا لكميه السباب والالفاظ اللي فيها، واحتراما للشخص اللي بعتها لي، يعني من قلب مدرج الزمالك. سباب ولعان في الخطيب وام اللي خطيبه اللي جابوه، سباب ولعان في زيزو وامه وابوه اللي جابوه ومراته واللي خلفوهم كلهم، سباب ولعان قبل كده في امام عاشور، وسباب ولعان في اللي انت عايز تقول من ايام زمن الزمان، من ايام ابو تريكه لما اتشتم. فاكر ابو تريكه لما اتشتم بامه؟ جمهور الزمالك اتشتم ابو تريكه. فاكر متعب ويارا واللفتات والمصايب الزرقاء اللي اتقالت على متعب ومراته؟ تقول لي الناس دي عملت لهم ايه؟ ما حدش عمل لهم حاجه. طيب هتسمع المدلسين اليومين دول، هيبقى حديث الساعه، لان الاهلي اللي شفته او اللي اعرفه او اللي بسمعه، مش هكدب عليك واقول لك عندي معلومه اكيده عشان ما افتيش، لكن اللي سمعته ان الاهلي هيشتكي او هيقدم شكوى في جمهور الزمالك بعد اللي حصل. هتسمع الاعلام طالع يدلس يقول لك ان الدنيا كلها كده، والدنيا كلها بتسب، واللعيبه بتتشتم، واللعيبه مش الواحد ماسك لسانه بالعافيه، واللعيبه بيحصل لها في العالم كله. وقت ما يطلع منهم القذاره والقرف والوساخه اللي بنشوفها منهم في المدرج يقول لك العالم كله. تعالى مش هعرفك العالم كله بس، انا هعرفك نفس الشعب ونفس الفئه بتاعه الشعب، لكن فئه مختلفه اللي عايشه معاهم في مصر، النادي الاهلي. بتشوف اللعيبه من عندنا لما بتمشي. شفت رمضان صبحي لما مشي حد شتم مرتضى منصور؟ طب لما عبد الله السعيد مضى، جمهور الاهلي الكبير قال لهم الفلوس اهي، مسك لهم في المدرج قال لهم الفلوس اهي. لان كلمه نحن ونصنع النجوم اللي دايما بقولها لك دي مش كلام من فراغ. هم هبيده يقول لك الزمالك هو اللي بيصنع اسم النجم، الزمالك هو اللي بيعمل، احنا بنعمل نجوم وانت تعالى اشتريها، ما انت ما تعرفش تقف على رجلك لوحدك. عجز اللي هم فيه ده، عجز. طب تقول له يا ابني بتسب الخطيب النهارده وامه اللي خلفوه لي، الخطيب عمل لك ايه؟ انت عندك لعيب فري ما تعاقدش معاه؟ ما انت بتيجي تتعاقد مع لعيبه من عندي عادي. انت واخد، من قلت لك انت واخد اكتر من حاجه و40 لاعب من النادي الاهلي. بتشوف حد من عندنا مثلا بيشتم رئيس النادي اللي اتعاقد مع اللعيب بتاع اللي انت اتعاقدت معاه زي عبد الله السعيد كده؟ شفت حد مثلا شتم مرتضى منصور وقال له كاني وماني وخد في عرضه في المدرجات عشان خاطر عبد الله السعيد؟ حتى لو عبد الله ما راحلكش واتصورت معاه ب 40 مليون جنيه الله يعينك، لكن يبقى ان انت ضربتنا في عبد الله وخسرنا. الراجل الاهلي خلاص مشاه، وعبد الله ما استفدناش منه ولا احنا ولا انت بس يا دوب علقت الصوره بتاعته بال 40 مليون عندك في الاوضه. طيب حد شتم مرتضى منصور؟ هتقول لي جمهور الاهلي بيخاف؟ ما تقدرش، جمهور الاهلي ما بيخافش من حد. جمهور الاهلي واقف في وش عتاوله بدون ذكر اساميهم، سواء في مصر ولا بره مصر، وانت عارف انا قصدي مين كويس قوي. جمهور الاهلي ما بيخافش وما بيغلطش نفسه، عشان بس ما تجيش تقول لي كان يوماني. لما انت تعمله في المدرج ده اقل ما يقال عليه دي قذاره. لازم تبقى عارف ان انت اللي بتعمله ليه دعوه لا برياضه، ليه دعوه باخلاق والمبادئ والوطنيه والكرامه اللي بتقعدوا تعلنوا عليها، دي كلها لافتات بس. يفط كبيرك ترفع يافطه، دي انجازاتك. نادي القرن الحقيقي، انا نادي الوطنيه والكرامه، ولا تعرف حاجه عن الكرامه ب 2 جنيه. مش عايز حد يخش يقول لي مش كلنا كده. انا قلت لك اول الفيديو بوجه كلامي للناس اللي بتقف في مدرج يطلع منها القذاره دي، فحضرتك مالكش علاقه، ما دام ما بتاخدش في عرض حد خلاص حضرتك مالكش علاقه بكلامي. ولا السباب واللي اللي شفناه النهارده ده احنا اللي سمعناه في التلفزيون يا جماعه ما يجيش 10% من اللي حصل في المدرج. لو شفت اللي حصل النهارده في المدرج والفيديوهات اللي عندي، فضايح فضايح وخد واعراض والفاظ واعضاء بتتذكر وليله زرقاء ما يعلم بها الا ربنا، عشان لعيب سابهم وعايز يعمل لنفسه قيمه وتاريخ. ما علينا، انا اليومين دول هعرفك الفرق بين الجمهور بتاعنا والجمهور بتاعهم اللي بيشوف منه القذاره دي. لحد كده مش عايز اطول عليك، اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.